السلام عليكم. إن أعجبك الفيديو من قناة ليلي بيوتي، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على تشققات الكعبين، وطبعا احنا داخلين على فصل الشتاء، ومن الحاجات اللي بتكون مزعجة جدا هي تشقق الكعبين، وان رجلينا نبقى قاعدين كده بتتشابك في اي حاجة. دي من الحاجات اللي فعلا بتبقى مزعجة. هقول لكم النهارده على سكراب للرجل، زائد كمان القدم، زائد كمان الكريم اللي معانا. الكريم اللي معانا هو كرباميد او كرباميد. شوفوا كل واحد بيسمعها او بينطقها بالطريقه اللي تريحه، اسمه كرباميد او كرباميد. هنستخدمه ازاي؟ بس لازم قبل ما نستخدمه نعمل الخطوات اللي هقول لكم عليها دي، والخطوات دي مهمة جدا جدا لنجاح الكريم معاكي، وكمان عشان تاخدي نتيجة افضل بكتير. لازم كل اسبوع بنجيب مية تكون سخنة نقدر نستحملها، ما تكونش طبعا مغلية، يعني تكون سخنة بس سخنيتها زايدة. بنحط فيها ربع كوباية من الشاور بتاع الاستحمام، ربع كوباية من خل التفاح. بنحط رجلينا بقى في المية، وكمان ممكن نحط 4 معالق كده من الملح. بنحط رجلينا في المية وبنسيبها حوالي تلت ساعة أو نص ساعة، وبعد كده بالحجر الخفاف بيتجاب من عند العطار بنبدأ نفرك الرجل. بعد كده بيجي دور الكريم بتاعنا ده بقى يوميا قبل ما بننام. بندهن الكعبين والقدم كله بكريم كرباميد، وبعد كده بنلبس شراب من الحاجات الجميلة جدا اللي بتعمل على علاج التشققات بشكل سريع جدا جدا، وكمان ترطيب القدمين، وما يبقاش عندنا المشكلة دي نهائي. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تصلوا على الرسول وتعملوا لايك للفيديو.